السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية هي أول ما غيتقال في هذه السلسلة، وأول قصة من هذه السلسلة اللي وعدتكم غتكون كل السبت. علاش؟ باش نعرفوا القيمة ديال التوكل على الله في أي حاجة. أكثرش ما كتعجبني هذه الآية والقوة ديال التوكل على الله، قررت نبدا بها هاد السلسله اللي غتكون فيها اول حلقه. السلام عليكم، معكم حسن في اول حلقه من بينك وبين راسك. كاملين كنعرفوا القصه ديال غزوه احد، وشكون فينا اللي ما كيعرفش اشطرا في غزوه احد؟ القصه بدات سنه 3 هجريه بعد انتصار كبير اللي داروا المسلمين في غزوه بدر. المشركين ديال قريش تحرقوا من الغيظ وقالوا خاصنا نردوا الاعتبار ونتاقموا من محمد واصحاب ديالو. في الجيوش كبيره بزاف، في حوالي 3000 مقاتل. هاد 3000 مقاتل كانوا النساء كانوا كيشجعوا لهم بالطبال وكيغنيو ليهم. وكانت من هاد النساء هند بن عتيبة اللي كانت باغا تنتقم للوالد ديالها وعمها اللي ماتوا في غزوة بدر. وصل الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. جميع ديال الصحابة داروا شورى. كان الرأي ديال الرسول عليه الصلاة والسلام هو يبقاو في المدينة ويدافعوا منها، ولكن بعض الشباب اللي ما كانوش حضروا لغزوة بدر قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام بغينا نخرجوا حتى حنا نهاجروا. من بعد ما وافق الرسول عليه الصلاة والسلام خرجوا حوالي 1000 مقاتل، وفي الطريق ديالهم كان معاهم منافق اللي سميتو عبد الله بن أبي. دار الفتنة وقال علاش غادي نمشيو نقاتلو، ورجع من مورا هاد القولة ديالو 300 واحد، يعني بقاو غير 700 واحد اللي غادي يقاتلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قاموا وصلوا للمنطقة اللي كان خاصهم يقاتلوا فيها. الخطة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام كانت واضحة جد الوضوح. قال لهم غادي يطلعوا الرومات لجبل أحد. اللي ما كيعرفش شكون هما الرومات هما الناس كيعرفوا يضربوا بالسهم. المهم طلعوا الرومات فوق جبل الرومات، وقال لهم بوضوح ما تحركوش من بلايصكم، سوا خسرنا ولا ربحنا حتى ناديكم بانا بنفسي. كان الهدف ديالو يحمي الجيش من الخلف. المعركه بدات. المسلمين في الاول كانوا اقوى بزاف، قتلوا بزاف ديال المشركين، والمشركين بداو كيهربوا. الفرحه دخلات القلوب ديال المسلمين وبداو الناس كيجمعوا في الغنائم. لكن الرومات اللي الفوق الجبل شافوا الغنائم وقالوا انتهت المعركه وربحنا، ونزلوا من الاماكن ديالهم مخالفين لامر الرسول عليه الصلاه والسلام. والقصه اللي كنعرفوها كاملين، منين نزلوا الرومات شافوا من خالد بن الوليد. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، كان ديك الساعه باقي ما دخلش في الاسلام، وكنا كنعرفوا خالد بن الوليد عمرو خسر في شي معركه ديالو. كان ذكي، كان رجل حرب، كان رجل حرب بما تحمل الكلمه من معنى. كان قوي جدا ذكاء. خالد بن الوليد دار واحد الهجوم بسرعه بالخيل ديالو. في نفس اللحظه المشركين اللي كانوا كيهربوا رجعوا من القدام، يعني الجيش ديال المسلمين ولا عندهم هجوم من القدام وهجوم من الخلف. تفرق الجيش ووقعت الفوضى. كثير من الصحابه ماتوا وكاين اللي تجرح. الرسول عليه الصلاه والسلام بنفسه جرح في وجهه وتهرسات رباعيته، يعني سن من الاسنان ديالو، وسال الدم من الوجه ديالو الشريف عليه الصلاه والسلام. في هاد اللحظه نضت البلباله والشك. بداو الناس كيسولوا بعضهم فين هو الرسول عليه الصلاه والسلام، واش مات، واش بزاف. حتى البعض المشركين انهم كانوا كيقولوا مات محمد، حيتاش ما كانوش كيقولوا ليه عليه الصلاه والسلام، كيقولوش ليه رسول الله، كانوا كيقولوا ليه كيناديوه بمحمد. ورا ما انتشر هذا الخبر المعنويات طاحت وبعد بداو كيهربوا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان باقي حي، وبدات المجموعة من الصحابة كتحميه بالجسد ديالها كما دارت نسيبة بن جبع اللي تلقات بشجاعة خارقة حتى تصابت بجروح خطيرة. من مورا المعركة انسحبوا المشركين، بقى الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة كيجمعوا الشهداء، وكان العدد ديالهم 70 شهيد تقريبا، منهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام تقتل بواحد الطريقة اللي بشعة. في وسط هذا الحزن والانهزام
جاو العديد ديال الأسئلة طبيعية من بعض الصحابة. كيفاش خسرنا؟ حنا مؤمنين، علاش ما نصرناش الله؟ فنزل القول ديال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المعنى الحقيقي ديال هذه القصة أن الله بغى يوصل ويعلم المؤمنين أن النصر ماشي بالعدد ولا بالقوة، ولكن بالطاعة والتوكل عليه. منين عصاو الأمر ديال الرسول عليه الصلاة والسلام جاهم خذلان باش يتعلموا درس. وهاد الآية كانت بمثابة تربية إيمانية للمسلمين باش يعرفوا أن النصر يتحقق فقط لما يكون الإيمان والطاعة والتوكل مجتمعين. حنا عارفين كاملين باللي ربي كان بالإمكان ديالو أنه يدير شي معجزة، ولكن فاش كطرا واحد الحاجة عرف أن فيها درس، وعرف أن فيها بزاف ديال المعاني وبزاف ديال القيم خاصك تعلمهم من ديك الحاجة. ومن هاد الحاجات التوكل على الله في أي حاجة بغيتي ديرها. إلا عجبك الفيديو وإلا بغيتي تعرف اشنو طرا من بعد الغزوة وكيف النبي عليه الصلاة والسلام دار خطة باش يرجع الهيبة للمسلمين، كتبها في الكومنتير. وإلا عجبك الفيديو دير لايك وسبسكرايب وما تنساش بارطاجيه باش نطلعوا الناس اللي ما كيعرفوناش ونزيدوا للقدام ونزيدوا نطوروا المحتوى ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. Stay tuned.